الشعر بيتساقط، هل مهم ان انا اخد بيوتين؟ تعالوا الاول كده نعرف ايه هو البيوتين ده. البيوتين هو نوع من فيتامين بي كومبلكس اسمه فيتامين بي 7. المفاجأة اللطيفة ان البيوتين اساسا الجسم بينتجه، في بكتيريا في الامعاء بتنتج البيوتين بصورة طبيعية خالص. دراسة كده معمولة، هحاول اسيبها لكم في صندوق الوصف، لقوا ان يعني نسبة الناس اللي عندها تساقط في الشعر وعندها نقص في البيوتين كانت لا تتعدى 29%، وباقي الناس عندها تساقط في الشعر لاسباب تانية. انت لو عندك انيميا مثلا هيكون عندك تساقط في الشعر، لو عندك قشرة في شعرك هيكون عندك تساقط في الشعر. اعرف بقى ان البيوتين عندي يكون ناقص. تساقط الشعر بيبقى فيه جفاف في الوش بيبقى كانه مقشر، الجلد بيكون كانه مقشر كده، ممكن يبقى فيه ارهاق، ممكن يبقى فيه ارق، ممكن يبقى فيه اكتئاب، اعراض عامه جدا، يعني اعراض نقص اغلب الحاجات. تمام، بس هو في الغالب ما بيكونش النقص منه هو. ايه بقى الاسباب اللي ممكن تقلله فعلا وساعتها احنا لازم نقلق؟ في ناس بيكون عندها مشكله في الجينات، فعلا بيكون عندها نقص في البيوتين بصوره طبيعيه. الناس اللي بتدخن، الناس اللي بتشرب كحول، لو حد عنده التهابات في الامعاء، عنده مشاكل في الامعاء، هتخلي البيوتين، البكتيريا اللي في الامعاء مش هتعرف تنتج البيوتين. الناس اللي بتاخد مضادات حيويه، المضادات الحيويه دي بتقتل البكتيريا النافعه اللي في الامعاء. الايزوتريتينون او النت لوك زي ما بيقولوا، لو واحده عندها حب الشباب وبتاخد النت لوك، برضه هتلاقي ان الناس دي بيكون عندها مشكله في البكتيريا بتاعت الامعاء وفي انتاج البيوتين. وفي بعض مضادات الاكتئاب فعلا بتاثر على البيوتين. في الحالات دي احنا بنكون محتاجين ناخد بيوتين من بره. البيوتين ملوش اي اعراض جانبيه مضره سواء اتاخد او ما اتاخدش، بس الفكره ان هو غالي. في بقى اكلات كتيره جدا فيها بيوتين وهتدي جسمك احتياجك اليومي منه من غير اي مجهود. اول حاجه البيض، بيض فيتامين او معدن انتوا محتاجينه هتلاقوه في البيض ما عدا فيتامين سي. فصفار البيض بالذات، سواء بيكون في الصفار، صفار البيض هو عباره عن مكمل غذائي متكامل، يعني انتوا لو في اكلكم البيض باستمرار هتلاقوا نفسكم فعلا وفرتوا على نفسكم كتير جدا. بقى في حاجات كتيره تانية زي الخميره، زي غذاء ملكات النحل، السمك الدهني، سمك الماكريل وسمك السردين، القمح والحبوب الكامله، المكسرات والبقوليات، موجود في الالبان، موجود في فاكهه زي التفاح والموز، موجود في الطماطم، موجود في حاجات كتيره جدا. فاللي هو اصلا فكره نقصه صعبه. وفروا الفلوس بتاعتكم واهتموا بصحه الامعاء واهتموا باكل صحي، هتلاقوا الدنيا ظبطت خالص، ووفروا فلوس البروتين، اصرفوها على اي حاجه تانية. ما تنسوش بقى تسالوا عن عروض المتابعه، لان فعلا العروض اللي انا عاملاها قويه جدا، المتابعه بتكون رائعه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كان معاكم دكتور ايمان اشرف، سلام عليكم.